كان يا مكان في هدوء الزمان، والليل ساكن والنجم حيران. وعلى مكتب قديم في ركن نسيان كانت فيه ورقة بيضة شكلها عادي في المكان، لكن جواها سر دفين من زمان. الناس شايفاني ورقة بيضة وساكتة كده من زمان، بس أنا جوايا حبر وحلم وألف عنوان. نفسي حد يقراني مش بس بعينه لكن بقلبه كمان. كل مرة حد كتب عليها كانت بتحس إن الدنيا بتنور، زي اللي اتولد جواه معنى جديد. كانت بتحب الحبر حتى لو وجعها أحياناً. أنا اللي اتكتبت فيا أحلام كبيرة ودرجات في كشكول مدرسة، وكلمة بحبك على استحياء، وتوقيع صغير غير مصير حد كبير. أنا كنت شاهدة على لحظات ما تتنسيش. في يوم من الأيام كانت الورقة فرحانة جداً. طفل صغير كتب أول كلمة في كراسته، حروفه كانت بتتلوى زي العصافير أول ما تتعلم تطير، والورقة حست إنها بتتنفس سعادة. ساعتها ضحكت من غير صوت وقلت في سري الكلمة دي بداية مشوار طويل بدأ النهاردة. وفي يوم تاني كانت جوه ظرف صغير مخبية أول جواب حب بين قلبين خايفين يتكلموا. الورقة كانت سامعة دقات القلب من الحبر نفسه، وكانت عارفة إن الكلام اللي فيها هيفضل عايش حتى لو الجواب اتنسى. يا سلام على الكلام اللي بيخلي الدنيا وردي. أنا بحب قوي اللحظات اللي بتكتب فيها بحبك. بس مش كل الكلام فرح، في ورق بيتكتب عليه دموع من غير ما تتشاف، زي اليوم اللي زوج وزوجة مضوا فيه على ورقة فراق، وكأن الألم نفسه كان بيبكي معاهم. كنت سامعة نبضهم وهو بيتوجع، نفسي كنت أضم الحروف وأطبطب عليهم، بس أنا ورقة لا ليا إيد ولا حضن. كل اللي قدرت أعمله إني شلت وجعهم جوايا وسكت. كنت حاسة إن البيت اللي كان عامر بالضحك اتقلب سكون ووجع. ذكرياتهم لسه محفورة في الحيطان، وضحكتهم لسه عايشة جوا الكلام اللي زمان اتكتب عليا. بس النهاردة كله راح. كلمة واحدة كفيلة تفرق شمل وتكسر قلب وتحول الدفى لبرد. ومن كتر اللي شافته الورقة بدأت تفهم إن الحبر مش دايم، زيه زي الناس، بيروح ويتبدل ويتنسى، بس المعنى هو اللي بيفضل. ابتديت أفهم إن كل سطر اتكتب عليا كان درس مش بس حكاية. الضحك بيعلمني الأمل، والدموع بتفكرني إن الحياة مهما وجعت لسه فيها دفى. أنا ورقة بس شايفة أكتر من اللي بيشوفوه، شايفة الدنيا وهي بتتغير، وشايفة القلوب وهي بتقوم تاني بعد ما تتكسر. وفي يوم تاني الورقة ما كانتش فراق بين اتنين، كانت نهاية بين روحين، واحد منهم راح ومش راجع تاني. ورقة وفاة مكتوب فيها اسم كان مال الدنيا حياة، وبتوقيع صغير اتحولت الذكريات لوجع ملهوش دواء. أنا اللي شلت آخر سطر في حكاية إنسان، سطر صغير بس وجعه تقيل على كل اللي حواليه. كنت سامعة النفس المكسور وشايفة العيون اللي بتعيط من غير صوت، ولا قدرت أطبطب ولا حتى أختفي. قد إيه الورق بيعيش وجع الناس من غير ما يصرخ، من غير ما يشتكي، بيفضل شايل الحكايات من أول ضحكة لآخر وداع. بس بعد كل دمعة في دايماً ضحكة. الورق اللي شال الوجع بيرجع يشيل فرحة،
ورقة ميلاد بتلمع من النور وبتقول لسه الحياة بخير ولسه البدايات ليها حضور. وبين كل بداية ونهاية الورقة تفضل شاهدة على الحكاية من أول حرف لآخر نقطة، هي اللي بتحفظ الضحكة والدمعة واللحظة. عدى وقت كتير والورقة شافت أجيال ورا أجيال، أقلام اتكسرت وأفكار اتولدت من جديد. كل سطر كان شاهد على زمن والحبر كان بيتبدل، بس الإحساس فضل هو. كنت في إيد طفل بيرسم حلم، وفي إيد كاتب بيحاول يوصل معنى، وفي إيد عجوز بيكتب آخر رسالة ليه. كنت بشوف الحياة بتتكرر، بس عمرها ما كانت هي. يمكن الورق بيتقطع بس الحكايات لأ، الكلمات بتهاجر بس بتسيب أثرها في القلوب، وفي كل مرة بتتولد فكرة بيكون في ورقة جديدة بتبتدي تتنفس في الحياة. أنا مش بس شاهد على اللي اتكتب، أنا وعد لكل بداية إن مفيش نهاية. طالما في قلب بيحلم هيفضل دايماً فيا سطر جديد مستني يتكتب. فهمت في الآخر إني مش مجرد ورقة اتكتب عليها، أنا مراية لقلب الناس، أوجاعهم وفرحتهم وحكايتهم الباقية. يمكن أتنسي في درج أو أتبعتر في الهوا، بس أثر الحبر اللي سكن فيا عمره ما بيروح، بيفضل شاهد على حياة اتعاشت بحلوها ومرها. وسكتت الورقة بعد ما حكت حكايتها، رجعت بين إخواتها بهدوء، بس اللي سمعها عمره ما نسي صوتها، لأن كل واحد فينا عنده ورقة مستنية تتكتب، تحكي حكاية جديدة وتفتح باب لحلم هيبتدي